طالبة في كلية ديال الطب، مجتهدة الله يعمرها دار. نهار 12 سبتمبر 2023 غادي تصيفط ميساج للصديقة ديالها كتقول ليها الا جاب الله وقعت لي شي حاجة فراكي عارفة شكون. في نفس الليلة غادي تكون النهاية ديالها في وسط الغرفة ديالها. كلشي غادي يقول بلي القضية عندها علاقة بانتحار، ولكن الحقيقة بعيدة كل البعد على هادشي. بالعكس القضية فيها جريمة قتل. فاليوم غادي نعاود لكم على هاد الطالبة الزوينة أنا ماريا سيريرا، واللي غنطرقوا فيها لبزاف ديال المواضيع مهمة خصوصا من جهة الشباب. فخليكم معايا وتبعوا القضية من الاول حتى الاخر وتسناو تعرفوا واش العدالة تحققات ولا لا. ايوا هاني جيت عاوتاني لا تقولوا ما جيت. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بالف خير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وقضيه جديده من فقره القضايا الاجنبيه. اليوم سيادي غادي نمشيو لدوله المكسيك، بالضبط العاصمه مكسيكو، في واحد البلده صغيره اللي سميتها اتيزابان ساراغوا. هي كتعتبر المنطقه الحضاريه ديال العاصمه مكسيكو، ومن جهه اخرى معروفه بقطع النسيج، معروفه بالتصنيع، وفيها اشهر فيستيفال كيدار في المكسيك اللي هو فيستيفال دي لاس ارتيس. في هذه المنطقه فين غادي تزاد واحد البنيته اللي سميتها انا ماريا سيرانو نهار 5 ماي 2005. ماماها كان سميتها ماريا إيميا وباباها كان سميتو خوسي سيرانو. هما واحد الكوبل من أصول كولومبيا، تزادوا في كولومبيا، تلاقوا في كولومبيا، ولكن قرروا أنهم يكملوا الحياة ديالهم في المكسيك ويولدوا وليداتهم. ولدوا جوج، دانييلا كانت هي الكبيرة، ومن بعد أنا ماريا اللي غادي نهضروا عليها اليوم، اللي كانت واحد البنت مفعمه بالحياه، كانت ظريفه بزاف، كان عندها واحد الحس فكاهي ساركاستيك، يعني فيه واحد النوع من السخريه، ولكن ماشي السخريه الخايبه، السخريه الزوينه. كانوا عندها بزاف ديال الاصدقاء، كلشي كيبغيها، ما عمر شي واحد قالها فيها خايبه. وعاد زياده على ذلك كانت كتحماق على العائله ديالها، وضروري ومؤكد ان كل مره تمشي تعاود تزور الاصول ديالها الكولومبيه، زعما الاصول ديال الابوين ديالها. فكانت كتمشي لتما كتعرف على الثقافه الكولومبيه وكتزور العائله ديالها، وكانوا عزاز عليها جدود ديالها يعني جدها وجدها. فكانت محبوبه عند الجميع، وفي نفس الوقت كانوا عندها بزاف ديال الهوايات، من غير بطبيعه الحال انها كانت كتقرا مزيان، وكانت كتجي ديما هي الاولى في الدفعه ديالها. فكانت كتحماق على الباسكتبول، كانت كتحماق على الجيمناستيك، لدرجه انها شاركت في بزاف ديال المباريات وبزاف ديال المسابقات واللي ربحات فيهم جوائز. من جهه اخرى كان عزيز عليها انها دير لا باتيسري، يعني تصايب الحلوى، خصوصا المافينز، دونات، كوكيز، كانت كتفنن فيهم. فكان عزيز عليها انها كل مره ما عندهاش ما يدار كتدخل الكوزينه، كتشعل شي بودكاست في التابلت ديالها او لا شي موفي، بحالكم نتوما دابا اللي غتكونوا كتصنتوا ليا وانتم في الكوزينه. انا عارفه بلي كتديو معكم التليفون او لا التابلت ديالكم او لا كتشعلوا التلفازه نيشان وكتصنتوا ليا وانتم كتشقاو في الكوزينه وكطيبوا مال الدواطاب. فمن هذا المنبر الا كنتم مازال ما تابونيتوش، عافاكم تابوناو وفعلوا الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد، ولا كنتم ابونيين كنصيفط لكم بزاف ديال القلوب. المهم سيادي نرجعوا لأنا ماريا. كما قلت لكم هي متعدده الهوايات، ومن جهه اخرى كتحماق على شي حاجه سميتها الحيوانات، وكان الحلم ديالها من الصغر ديالها انها تكون طبيبه بيطريه، لدرجه ان من الصغر ديالها منين كانت في الكوليج كانت كتشارك بزاف ديال الجمعيات ديال الرفق بالحيوان، على اساس انها توكلهم فيما كيبان ليها شي حيوان مثلا مجروح، كتحاول ما امكن انها تساعده. وهذا الشيء غادي يخليها ان يكون عندها اعز رفيق ليها واللي كتعتبره انسان، ما كتعتبروش حيوان، هو خنابيا الكلب ديالها. تخيلوا معايا ان راه كانت كتجلس معاه بساعات مطوله، كتجمع معاه وكدوي معاه وكتعاود ليه بزاف ديال الحوايج، وهو كيتصنت ليها مره كينبح، زعما راه انا متفق معاك، انا ما متفقش معاك. غير هو مع مرور السنوات غتقرر انها ما يبقاش عندها داك الحلم ديال طبيبه بيطريه، بل انها تولي طبيبه ديال القلب. علاش؟ لان هي ما كتقدرش انها باقي تشوف الحيوانات كيتألموا او لا مجروحين، ومن جهه اخرى كانت الجده ديالها مرضات بالقلب. فقالت مع راساتها علاش
انا اصلا عزيز عليا نعاون الناس، فحبذا لو انني درت طبيبه، وعلاش لا انني نكون كارديولوج. وكانت كتقول لجداها نانا ان شاء الله غادي نولي طبيبه وغنولي معروفه وانا اللي غادي نهتم بيك. العائله ديالها كانوا فرحانين بها وكانوا كيشوفوها كتحقق في الاحلام ديالها. بالضبط في 18 عام فاش غادي تشد البكالوريا ديالها من اشهر مدرسه في المكسيك. وضروري نقول لكم هذه المعلومه ان هذه المدرسه هذه واللي كانت سميتها الكسندر فان هامبل جيرمان سكول كان كيدخل لها غير شكون وشكون، العائله العريقه اللي عارفين بعضياتهم. وبما ان ماريا حتى هي كتنتمي لذاك الوسط الاجتماعي، فبطبيعه الحال كانت كتقرا فيها، ولدرجه ان العائلات كيعرفوا بعضياتهم وشي كيزور شي، فهمتوا، عائله فرتلان مع عائله فرتلان وهي غاده. المهم سيادي ان في سنه 2023 فعلا غادي تشد البكالوريا ديالها وبمعدل اللي كبير بزاف اللي غادي يخليها انها تدخل البان اميان يونيفرسيتي اللي كان التخصص ديالها هو الطب. فصافي البنت بدات كتخدم على راسها، بدات كتقرا. وراكم عارفين الطلبه ديال الطب مساكن راه كياكلوا الكتوبه، فالبنت الروتين ديالها كان كالاتي: كتمشي للمدرسه او لونيفرسيتي، كتخرج تقريبا مع 7 العشيه، كترجع للدار، كتبقى ساعات وساعات مطوله قدام البيسي ديالها، قدام الطابليت، قدام لي بوليكوب ودوك الكتوبه الكبار اللي كانت كتهردهم ديال بصح. وبعد المرات كيديها النعاس فوق منهم، او لا صافي كتوصل ديك 12 الوحده ديال الليل كتمشي كتحط راسها وكتجبد عليه. هادشي نيت اللي كانت كدير هذاك النهار ديال 12 سبتمبر 2023. دابا يا سيدي في هذاك النهار فقط كيف ما العاده ديالها مشات للونيفرسيتي ديالها، قرات، دارت لي زاكتيفيتي كاملين ديالها، ومع 7 العشيه رجعت للدار. باش نقول لكم باللي كانت في الدار بوحدها، لان دانييلا الاخت ديالها ما بقاتش ساكنه مع العائله، ولات ساكنه في المانيا كتكمل الدراسات ديالها تما. وتصاب ان في هذاك الوقت الوالدين ديال انا مشاو لإيطالي، بالضبط لروما، على اساس انهم يحتفلوا بعيد ميلاد زواجهم. وماشي المره الاولى اللي غتبقى انا زعما بوحدها في الدار، هذه حاجه عاديه جدا. والوالدين ديالها ما كانوش كيخافوا بزاف، بما ان اصلا المسكن ديالهم كان في واحد الحي اللي مراقب وحي اللي ارستقراطي، داكشي الناس الاليبا، الكاميرات كاينين باختو. وزياده على ذلك العائلات اللي ساكنين حداهم كلهم كيعرفوهم وما عمر كان شي مشكل نهائيا. ما غاديش نقول لكم باللي هي كتبقى بوحدها 100%. علاش؟ لان كاينين جوج الناس معاها في الدار او لا في النهار، مي بالليل كيمشيو، اللي هي المساعده ديال البيت والشوفير اللي متخصص باش انه يمشي يديها فين ما بغات تمشي، او لا الشوفير ديال العائله. دابا يا سيدي هذاك النهار ديال 12 سبتمبر البنت فاش رجعت مع 7 ديال العشيه غادي تلقى المساعده ديال البيت باقي تما، غتقول لها بسلامه بسلامه، صافي غتسد عليها الدار حتى الشوفير غادي يمشي عند العائله ديالو. دونك البنت غادي تبقى بوحدها، وقررت هنايا انها تبدا الخدمه ديالها والمراجعه ديالها والحفاظه ديالها كيف ما العاده. غير هو خاصني ضروري عاوتاني نقول لكم واحد البلان اللي طرا نهار 11 سبتمبر 2023، يعني ليله قبل. قال لك سيدي باللي كان يوم عاديا، وانا فاش رجعت للدار مع 7 وبقات خدامه في البيسي ديالها حتى الجويت 11 ديال الليل، من بعد طلعت للغرفه ديال هاد الناس. الغد ليه الصباح ديال 12 سبتمبر غادي تلقى باللي البيسي ديالها ما كاينش. فين مشى؟ شكون هزو؟ الله اعلم. كانت غادي تحمق وغتصدق، ما يمكنش لها انها تشك في المساعده ديال البيت، حيت اصلا هذيك المساعده ديال البيت بحال قلتو شي حد من العائله ديالهم من شحال هادي وهي معاهم، ومنين كانوا البنات باقين صغار، وهي مرا كبيره والله عمرها دار وما عمرهم شافوا منها شي حاجه ديال السرقه. وتا الا بتشفر عطا الله ما يتشفر كتر من البيسي اللي نورمالمون كتخدم به البنت واللي دغيا غترد ليه البال، فهمتوا؟ فالبنت في هذاك الصباح ديال 12 سبتمبر غادي تعيط للام ديالها وغادي تقول لها ماما راه البيسي ديالي ما لقيتوش، ما يمكنش انه يتهز او لا يتبخر بين عشيه وضحاها. واخا هكاك ماماها كانت كتقول لها وما يمكنش بنتي، تقدري تكوني خليتيه في لونيفرسيتي او مثلا خليتيه عند جداك شي حاجه بحال هكا. ولكن هي كتقول لها لا، راه انا البارح بالليل كنت خدامه به. كيف يعقل انني فاش نهبط دابا لقى لي بوليكوب ديالي، لقى الورق ديالي، لقى الطابليت ديالي وما لقاش البيسي ديالي. الام ديالها صبراتها وقالت لها عرفتي ما ديري، خدمي بالبيسي ديال باك. وفعلا هذاك النهار كامل هزات البيسي ديال الاب ديالها اللي بقى في الدار،
هزاتو داتو مع لونيفرسيتي، رجعت مع 7 العشيه، وكما قلت لكم بقات خدامه ما عليها ما بها حتى مشات تنعس. دابا سيادي نمشيو للساعه التي كانت تشير ل2:30 ديال الليل. كي شفتوا الوالدين بجوج كما قلت لكم كاينين في روما وشادين واحد لوطيل، وفي هذاك الوقت كانوا ناعسين غارقين في الاحلام ديالهم. شويه التليفون ديال خوسي الاب كيصوني سرفر. هنايا الفكره الاولى اللي جاتهم دانييلا او لا انا ماريا، غير هو فاش غيشوفوا التليفون غادي يلقاو نمره انكونو ما معروفاش، فقرروا هنايا انهم ما يجاوبوش، وكانوا مع ريوسهم ياك ما دوك البراش اللي كيبقاو كيلعبوا اولا شي حاجه بحال هكا باغيين غير يصدعونا. رجعوا ينعسوا. خير هو الام هنايا ما قدرتش انها تنعس، ما عرفتش، حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. والله يسمح لينا من ميماتنا، حيت اون فان دو كونت فاش كيحسوا بشي حاجه راه اغلبيه ديال الاحيان كتكون صحيحه. فالام هنايا بالها ما هناش من جهه ان ماريا في هذيك اللحظه والحين والساعه، وقررت انها تهز التليفون واخا الوقت متاخر دير ليها السرفر. غير هي بنتها ما كتجاوبهاش، قالت مع راساتها تقدر تكون ناعسه، ولكن واخا هكاك انا قلبي ما طوعنيش وما هنانيش. شنو ندير؟ ما ندير نصيفط لها ميساج ونقول لها دابا جاوبيني، ضروري انني نهضر معاك. بطبيعه الحال انا نورمالمون الا شفت شي ميساج من عند الام ديالها بحال هكاك فكانت كتجاوب ديك الساعه، غير هو ماشي هادشي اللي طرا. فصيفطت لها الام داك الميساج، ان ماريا ما جاوباتهاش وبقات كتعيط الام، ولكن والو حتى دازت تقريبا واحد 2 ديال الدقائق. هنايا ان ماريا غادي تصيفط للام ديالها عطاني واحد شويه ديال الوقت. كيفاش عطاني شويه ديال الوقت؟ الام ما دخلتش لها هادشي لعقلها. علاش؟ لان عارفه باللي الا مشات حتى قالت لبناتها جاوبوني دابا او هضروا معايا دابا فكيهضروا معاها وكيخليو كاع داكشي اللي كيديروا، وزيدون راه الليل هذا وانتي في الدار، اش غتكوني كاع بالسلامه كديري. فالام هنايا بقات كتعيط ولكن البنت ما جاوباتهاش. حتى عاوتاني غادي يدوز واحد 4 ديال الدقائق. هنايا ان ماريا غتصيفط لها واحد الميساج اللي حاولت انني نترجمه لكم. المهم كاتبه فيه انا ما بقيتش حامله هاد الحياه وما بقيتش حامله نبقى بوحدي وما بغيتش باقي نعيش بحال هكا، بغيت غير نقول لك ماما بسلامه وسلمي لي على بابا، كنبغيكم بزاف. الام هنايا جا هاد الميساج غريب جدا وصافي بالنسبه ليها ريد فلاغ. نوضات لبات وهزات التليفون ودارت السرفر للجار ديالها اللي الدار لاصقه على الدار، ماشي لاصقه ولكن قرب ليهم بزاف، وزيدون هما واحد العائله اللي كيتيقوا فيهم بزاف وبحال قلتو بيناتهم واحد العلاقه وطيده. المهم عيطات لداك الجار قالت ليه شوف اخويا الله يرحم بها الوالدين غادي تمشي تدخل لداري وانا راه حاطه السوارت ديال الدار تحت من واحد المزهريه الفلانيه، بغيتك تشوف واش كلشي هو هذاك واش ان ماريا بخير. بيان سور هذاك السيد ما ترددش، خرج مسكين بيجامته واللي عمش في عينيه. غادي وصل للدار، مشى للبلاصه اللي قالت ليه، فعلا حل الباب ديال الدار، بدا كيعيط ان ماريا ولكن تشهد ما كيجاوب. مي اون فوا غادي يحط رجليه في الغرفه ديال ان ماريا، انا غادي يكتشف باللي انا ميته وشبعه موت، طايحه حدا النافذه ديال الغرفه ديالها وملوي عليها داك السلك اللي كيكون في الريدو. السيد ما عرف باش تبلا، بدا كيغوت، هضر مع الام والعائله، قال لهم شنو كاين شنو كاين، وفي نفس الوقت عيط للبوليس. فلكم ان تتخيلوا الاحساس ديال العائله اللي اصلا كانوا بعاد بزاف وما حيلتهم الفول، ما حيلتهم انهم يستوعبوا انهم ما عمرهم مازال غيشوفوا ان ماريا، ما حيلتهم لشنو وقع ليها، واش بصح البنت انهات حياتها راسها، بزاف ديال الحوايج. غدوز تقريبا واحد 10 دقائق، البوليس فعلا غادي يوصلوا لعين المكان، غيديروا داك السكوت الصفر ديال مسرح الجريمه وغيسدوا الدار. ديك اللعبه ديال ما من حق حتى شي واحد انه يعتب رجليه هنايا، واخا العائله زعما واخا يكونوا جايين مثلا ما غاديش يدخلوا للدار حتى نساليو الخدمه ديالنا، حيت بالنسبه لهم تعدوا مسرح جريمه. فداك الوقت فاش غادي يوصلوا البوليس راه ديجا كانوا دواو مع الجار اللي قال لهم شنو وقع متى شنو وقع، ومشاو كيديروا التحريات ديالهم، كيديروا التفتيش لهذيك الدار. غادي يكتشفوا باللي حتى شي حاجه ما مفروعه، حتى شي باب ما مهرس، بالنسبه للحاجيات كل حاجه في بلاصتها، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي مشفوره. ومن جهه المسرح الجريمه اللي هو بالضبط الغرفه ديال انا، فكتبان لهم القضيه وما فيها قضيه انتفار.
يقدر السيده لوات على راسها داك الريدو وطلعت فوق واحد الكنابي كان عندها تما، صافي قصات راسها ومن بعد طاحت. هادشي اللي سبب الموت ديالها. غير هو غادي يردوا البال لجوج ديال المعلومات قيمه. المعلومه رقم 1 على حسب الشهر قال لهم اودي باللي الام عيطات ليا في الوقيته الفلانيه وقالت ليا باللي راه بنتها مصيفطه لها ميساج فلاني. وفاش قلبوا البوليس التليفون ديال انا ماريا اللي اصلا لقاوه في الغرفه غادي يردوا البال الوقت والدقيقه والحين. تخيلوا معايا ان ما بين الميساج وما بين داك الراجل اللي غيجي يدخل الدار كانت فقط 5 ديال الدقائق. فلا يعقل ان واحد الشخص غادي يصيفط ميساج وما كاملاش 5 دقائق. دموا الامانه امانته، هذه ما كتدخلش للبوليس العقل. ولا غيزيد شويه يعزز ليهم هاد الفرضيه هذه انهم فاش كانوا كيقلبوا في الدار وكيفتشوا الدار فاش غيوصلوا للكوزينه غادي يلقاو واحد الكاسكيت ديال البيسبول اللي كان اللون ديالها ازرق، وغادي يلقاو واحد الماسك بحال البافيت في اللون الاسود. وبحكم انهم كانوا على تواصل مع العائله اللي مساكن مازال ما لقاوش الفول فصوروا لهم داكشي وقالوا لهم واش هادشي ديالكم. ولكن العائله كينفيو كيقولوا هادشي ما ديال حتى شي واحد فينا. دونك هنايا كيقولوا ياك ماشي حد دخل الدار دار الجريمه ديالو لفق التهمه على اساس انها انتفار وفي الاخر نسى الحاجيات ديالو في الكوزينه. مي واخا هكاك البوليس غادي يقولوا مع ريوسهم ما غاديش نقولوا هاد الهضره هذه لحتى شي واحد وغادي نخليو القضيه تبان على شكل انتفار على اساس اننا نبقاو خدامين ونديروا التحريات ديالنا في سريه تامه. ايوا فعلا داكشي اللي كان من مورا ما سالاو هذاك البحث ديالهم في مسرح الجريمه غيهزوا الضحيه وغيصيفطوها لمصلحه التشريح الطبي وكيتسناو لوطوبسي شنو غتقول ليهم. من جهه اخرى العائله مع الاسف غادي يوصلوا غيبقى فيهم الحال ما قدروش كما قلت لكم انهم يدخلوا الدار حيت ممنوع منعا كليا. مشاو شدوا مساكن غير واحد لوتيل واخا هما بزاف ديال الناس قرروا انهم يساعدوهم وقالوا لهم زعما راه الدار متاحه لكم، ديورنا زعما متاحين لكم انكم تباتوا فيهم وداكشي. وكاينين الناس اللي اصلا كانوا موجدين لهم الحوايج ديال العزو حيت عارفين باللي ما يمكنش لهم انهم يدخلوا للدار، فبزاف ديال العيالات جابوا لهم حويجات بلون اسود باش من بعد فاش يتسلموا الجثه يقدروا يديروا واحد الجنازه ويكونوا لابسين لباس نقي ويكونوا مقادين الى اخره. فعلا نهار 15 سبتمبر 2023 العائله غادي تسلموا الجثه باش انهم يديروا الجنازه اللي غادي يحضروا لها بزاف ديال الناس بزاف ديال الاصدقاء اللي مصدومين من هذا الواقع هذه وكيقولوا كيف يعقل ان انا ماريا نهات حياتها. وكلهم غادي يجيبوا واحد النوعيه ديال الورد اللي كانت عزيزه بزاف على انا ماريا، يعني حتى شي واحد فيهم ما جاب شي ورد اخر من غير داك الورد. وكل واحد فيهم لقى واحد الكلمه معبره مأساويه ومؤلمه جدا في حق انا ماريا. حتى من المدير ديال اليونيفرسيتي غادي يحضر الجنازه غيكون كيتألم بزاف وكيقول باللي كان عندنا امل في هاد الطالبه هذه واخا يلاه البدايه ديال السنه، ولكن على حسب النتائج ديالها وعلى حسب الحضور ديالها في داك الوقت الوجيز فكنا عارفين باللي هاد البنت هذه غادي تكون احسن طبيبه. غير هو نهايه حياتها كيبقى السؤال علاش ما عرفناش. اوكي نرجعوا دابا سيدي البوليس غادي يوصلهم التقرير ديال التشريح الطبي والذي يقول ان الضحيه تخدرات عاد تخنقات. كيف يعقل لشخص انه يكون مخدر وما تكونش عنده القوه وينتصر؟ هذه ما كديرش. فهنايا هادشي كيأكد 100% ان الضحيه ما نهاتش الحياه ديالها ولكن شي واحد صفى عليها. فباش يزيدوا يعمقوا البحث بطبيعه الحال البوليس غادي يتوصلوا للتسجيلات ديال الكاميرات المراقبه اللي كاينين في داك الحي. كما قلت لكم راه حي اللي مراقب وفيه بزاف ديال الكاميرات. قال لك سيدي باغيين يشوفوا هذاك النهار بالضبط ديال 12 سبتمبر 2023 واش كانت شي حاجه ماشي هي هذيك. وفعلا غادي تبان لهم تقريبا مع جويه 3 ديال العشيه واحد الطوموبيله سوداء من نوع فيات وكان الزاج ديالها فومي وما فيهاش البلاكه تحوم حول المنزل ديال انا ماريا. بقات كدور ومشات عاوتاني غادي ترجع تقريبا مع جويه 6 ديال العشيه. وهاد المره هذه البلاكه اولا الترقيم كاين في هذيك السياره. والواعره ان من واحد الجهه ديال الكاميرا وكيف ما كتشوفوا في الصوره بان اللي كان سايق ديك السياره واخا مع الاسف ملتم الوجه ببافيت كحله وكاسكيطه زرقاء. وإلا تفكرتوا ان في المطبخ ديال المنزل
تلقات واحد الكاسكيطه زرقاء ديال البيسبول وتلقى ماسك اسود، فباينه باللي راه كنهضروا على نفس الشخص، وهذا واقيلا هو الشخص اللي كان في هذاك الدار. ايوا يا سيادي غيعاود عاوتاني يضرب دوره وغادي يمشي، ومن بعد تقريبا مع جويه ديك 9:30 ديال الليل غيعاود عاوتاني يرجع. غير هاد المره غادي يستاسيوني الطوموبيله ديالو وغيتم هابط. ومع الاسف الدار ديال انا ماريا ما كانتش فيها كاميرا ديال المراقبه، وهذا غلط. كيف يعقل ان الديوره كاملين وداك الحي كامل فيه الكاميرات وداركم ما فيهاش؟ المهم سيادي الشخص غادي يخرج من الطوموبيل كاغولي كامل، ان يدل على شيء يدل على هذا معول على شي حاجه ماشي هي هذيك، ومشى فعلا صوب المنزل. من بعد ما عرفناش شنو وقع، واش دخل واش ما دخلش، واش كان تما واش ما كانش تما. المهم السيد غادي يدوز 40 دقيقه، ومن بعد هاد 40 دقيقه غادي يرجع للطوموبيله ديالو وغادي يمشي. دابا واحد القضيه اللي كاينه، 40 دقيقه بالنسبه للبوليس كافيه جدا باش اننا نرتكبوا جريمه، ومن جهه اخرى اننا نخفيو معالم الجريمه اولا نوهموا الناس باللي القضيه وما فيها انتفار. وزيد عليها ان نقدروا نهزوا التليفون ديال الضحيه ونصيفطوا اي ميساج بغينا اولا نديروا كاع مكالمه وما كاين حتى شي مشكل. فهنايا غادي يقرروا الشرطه انهم يهزوا التصويره ديال هذا الشخص هذا ويدوروها في الوسط ديال انا ماريا، من جهه العائله، الناس اللي خدامين عندهم في الدار، اصدقاء. وهنايا تقريبا بزاف ديال الاشخاص غادي يتعرفوا على هذا الشخص، حيت لا من جهه الطوموبيل ولا من جهه الشيب ديال الوجه قالوا باللي هذا الشخص هذا سميتو آلان خيل روميرو. قبل ما نكملوا البحث ديال الشرطه نعرفكم على شكون هو آلان سيادي تا هو كينتمي لعائله عريقه تما في مكسيكو، وتا هو من الاشخاص اللي لاباس عليهم، وتا هو من الروض الابتدائي الكوليج الليسي قرا في هذيك المدرسه اللي قلت لكم قبيله. وعلاش قلت لكم داك البلان ديال العائلات كيعرفوا بعضياتهم؟ غير باش نقول لكم باللي العائله ديال آلان كيعرفوا العائله ديال انا ماريا كيف ما كيعرفوا جميع الاصدقاء ديالهم. فآلان كان كيعرف انا مزيان، وبحال قلتو كانوا كيتلاقاو في بزاف ديال المناسبات، بزاف ديال الحفلات، داكشي اللي كيطرا عندهم في الحي الى اخره. غير هو غتطور العلاقه ديالهم في الليسي بالضبط فاش غتكون عندهم 16 عام، بما انهم غادي يقراو في نفس القسم. وباش نقول لكم باللي آلان راه عنده بزاف ديال النقط مشتركه مع انا. حتى هو كان كيقرا مزيان، حتى هو ديما كان كيجي الاول، حتى هو كان واحد الشخص عزاز عليه الحيوانات، ومن جهه اخرى عنده في دماغه واحد الكارير. من جهه اخرى كان معروف باللي كان واحد الشخص محترم جدا ما بين الدراري والشباب اللي كانوا كيحترموا الناس اللي كبر منهم، لدرجه كاع مثلا الا جاب الله كان في الدار عند شي حد او لانيت في الدار عند انا مثلا الا كلا معاهم فكينوض يجمع معاهم الطبله، كيغسل معاهم الماعن. يعني كان واحد الشخص اللي متواضع جدا وما فيهش ديك العجرفه ولا داك الحوايج الخايبين اللي تيكونوا مثلا في بعض الاشخاص اللي كيكونوا لاباس عليهم. فهمتوا البلان؟ فما يمكنش شي واحد يقولها فيه خايبه حتى هو. وفاش غتوضط العلاقه ديالو مع انا فالعائلتين بجوج ديالهم كانوا فرحانين بزاف وكانوا كيشوفوهم باللي احسن كوبل او لا احسن احباء. علاش؟ لانه واتاتو والله الا واتاتو، ومن جهه اخرى آلان ما فيهش العيب نهائيا، كان بيرفكت وكله جرين فلاكس. ولكن هاد البلان بحد ذاته ريد فلاك، حيت ما كاينش شي واحد مثالي. ايوا يا سيدي غادي يبقاو على علاقه اللي المده ديالها تقريبا 1 عامين. من بعد فاش غادي يديروا 18 عام وبطبيعه الحال غادي يتخرجوا من المدرسه او لا غادي يشدوا الباك ديالهم، فانا غادي تكمل الدراسه ديالها في لونيفرسيتي تمانيت في مكسيكو، ولكن بالنسبه ليه هو غادي يمشي ينتقل لواحد لونيفرسيتي في المانيا. دابا هو كان باغي ان العلاقه تبقى، ولكن من الديبار انا قالت لي انا هادشي ما مسلكنيش. لماذا؟ لانني لا اؤمن بالعلاقات اديستانس. خير ليك ولد الناس انك تمشي تعيش حياتك تكمل الكارير ديالك، وإلا جاب الله كنا غنتفاهموا ابخي او لا تلاقينا الظروف ابخي، الله اعلم كلشي ممكن. ودير في بالك راه حنايا كنا غير مراهقين. يعني السيده واقعيه جدا. بالنسبه ليه هو ما كانش عاجبو الحال بزاف، هو كان باغي ان العلاقه تبقى يكملوا الحب ديالهم ا ديستانس. ما عنيناش انا كانت واضحه في هاد اللقطه هادي، وكل شيء عرف باللي هاد الجوج هادو ما بقاوش مع بعضياتهم حيت كل واحد فين داتو الظروف ديالو. دابا نتوما عندكم واحد النبذه
نرجعوا سيادي للبحث ديال البوليس سيادي فاش غادي يعرفوا بلي هذا الشخص هذا هو آلان، غادي يقرروا انهم يجيبوا واحد المذكره ديال التفتيش ويمشيو يفتشوا المنزل ديالو. فعلا داكشي اللي داروا، غادي يمشيو يفتشوا الدار ديالو، والمفاجاه انهم غادي يلقاو البيسي ديال انا اللي تشفر نهار قبل ما توقع الواقعه، واللي ما مسكينه رداتها حمقى كتقول لها لا راه غنسيتي في شي بلاصه. كيفاش وصل البيسي ديالها عنده؟ هادشي كيحبس المخ، ولكن بالنسبه للبوليس هذا دليل كافي على ان هذا الشخص هذا سيتم الالقاء القبض عليه، وبالنسبه لهم هو المتهم الرئيسي في هذه القضيه هذه. وهنايا غادي يقرروا انهم يخرجوا للعلن ويقرروا انهم يقولوا للصحافه ويقولوا للعائله باللي القضيه بعيده كل البعد على الانتفاض، وباللي كنشكوا ان القضيه عندها علاقه بجريمه قتل، والمسبب ديال هذه الجريمه هو آلان. فلكم ان تتخيلوا العائله كيفاش تصدموا، لا العائله ديال آلان، لا العائله ديال انا، العائلات اللي صحابهم بالجوار ديالهم، الاصدقاء، المهم كل شيء تهز وتحط. وعافاكم البوليس فاش غادي يحلوا البيسي ديال انا غادي يلقاو جميع لي كونت ديالها محلولين، يعني اي موقع ديال التواصل الاجتماعي ديالها فرا كان محلول. علاش محلولين؟ تو سامبلومون حيت السيد كان كيبقشش وكيقلب على مع من كتهضر شنو كانت كدير، يعني بحال قلتو كان كيترصدها وكيحاول يفهم الحياه الشخصيه ديالها اشنو داير فيها. انا غنقول لكم علاش، وهادشي بطبيعه الحال البوليس اللي غادي يستنتجوه من بعد او اللي غادي يعرفوه من بعد. قال لك سيدي هما سالوا العلاقه ديالهم، ولكن هو وقيلا كان باقي كيبغيها وباقي كيموت عليها. وقال لك تقريبا 3 ايام قبل من الواقعه، نقول لكم نهار 9 سبتمبر 2023، صاب ان كانت واحد الحفله ديال عيد ميلاد ديال واحد الشخص من الاصدقاء ديالهم، وعرض على كل شيء بما فيهم انا وآلان. انا ما غاديش ديال داك العيد ميلاد، والسبب انها ما بغاتش تلقى مع آلان، ومن جهه آلان غادي يجي للعيد ميلاد كيقلب على شخص واحد هي انا. وفي هذيك الحفله ديال العيد ميلاد كل مره كيسول شي واحد كيقول لي ما شفتهاش، فهنايا غادي يكتشف بلي السيده ما جاتش. ومن جهه اخرى كاينين دوك صحاب الحسنات، المهم تصبت ان كاينه واحد خيتي ما تعرفاش سميتها ما معنيناش، المهم هاد خيتي هذه كانت معجبه بآلان وكانت كتحسد انا على العلاقه ديالها معاه. فاش غادي تسمعوا كيقلب عليها وداكشي وكيسول عليها، غتقول لي دابا انا ما فهمتش علاش انت كتسول عليها وشنو بغيتيها، هي اصلا راه بدات علاقه جديده مع واحد الشخص اخر، غير باش تكون عارف، يعني خاصك تنساها. ناض هو هاد الهضره هادي عصباتو، قرر انه يخرج من الحفله ويمشي يصيفط ليها هكا ديال لي زيميل. غتقولوا لي علاش لي زيميل؟ غنقول لكم حيت السيده اصلا مبلوكياه لا في انستغرام لا في واتساب لا في هذا ديك اللعبه باش ما يبرصتهاش. فالسيد هنايا غيبدا كيكنش ليها في لي زيميل وكيقول لها انا عارف شنو درتي، وانا عارفك بلي انت على علاقه وانت ما تسويش وانت فرتلانه. المهم من مجاميعه، فانا قررت انها ما تجاوبوش وما تسوقش، ولكن بقات خايفه. وتخيلوا معايا ان يومين من بعد او لا هذاك النهار ديال 12 سبتمبر 2023 قبل ما انها تبدا الخدمه ديالها غادي تقرر انها تكابتوري يعني دير دي كابتور ديكران لهذوك الميساجات كاملين اللي كان صيفط ليها وتصيفطهم للصديقه ديالها المقربه، وتقول ليها الا شاء الله وقعت لي شي حاجه فراكي عارفه شكون السبب. غتسولوني وغتقولوا لي علاش بالضبط هذاك النهار ديال 12 سبتمبر عاد صيفطات هذوك الميساجات او لا عاد دارت لي كابتور ديكران وصيفطاتهم لصاحبتها. غادي نقول لكم باللي هذاك النهار فاش رجعت مع 7 العشيه غتهضر مع المساعده ديال البيت وغتقول لها باللي آلان جا للدار. نعاود لكم انا غادو كنخليكم من اللب، ولكن كيف ما العاده كنمشي معكم على حسب الخط الزمني. دابا يا سيدي هذاك النهار ديال 12 سبتمبر 2023 البنت مشات للمدرسه كما العاده ديالها، والمساعده ديال البيت خدامه شغلها. تقريبا مع جويه 6 ديال العشيه غتسمع الدقان، غتحل الباب غتلقاه آلان، هي اصلا كتعرفو دونك ما عندهاش مشكل. قالت ليه صافا لاباس عليك بخير؟ سولها وقال لها واش انا كاينه في الدار؟ قالت ليه لا انا ما كايناش في الدار. قال لها وانتي امتى كتسالي الخدمه ديالك؟ قالت ليه كنسالي الخدمه ديالي فاش كنسالي الخدمه ديالي. علاش كتسولني هذا السؤال؟ قال لها لا بغيت غير نعرف امتى انا كترجع للدار. قالت لي كترجع للدار في الوقيته اللي كترجع للدار. علاش كتسول هاد الاسئله؟ حيت ديروا في بالكم ان المساعده ديال البيت دايره في بالها باللي هذا راه الاكس ديالها وما بقاتش عندها علاقه معاه، يعني هي عارفه شويه القصه. فالسيد هنايا قال لها لا انا راه بغيت غير نفاجئها وجبت لها واحد الكادو.
قالت ليه حتى دابا ما كاين باس، جيب الكادو وانا ان شاء الله فاش تجي غنعطيه ليها. فقال لها لا انا ما كرهتش انني نفاجئها لراسي، وتا دابا صافي نقدر نجي مره اخرى بسلامه بسلامه وذهابه. اوكي السيده سدات الباب وحسات بشي حاجه ماشي هي هذيك. وفاش رجعت انا مع 7 العشيه عاودات ليها البلان. انا تخلعت واحد شويه، ولدرجه ان المساعده قالت لها شنو بان ليك نبقى معاك هاد الليله في الدار، ولكن انا رفضت. علاش؟ حيت عارفه باللي هذيك المساعده ديال البيت عندها عائلتها وعندها وليداتها، وبما ان انا كانت ظريفه بزاف وكانت انسانيه جدا، فكتقول ما يمكنش هاد السيده كتخدم النهار كامل هنايا وما كتشوفش وليداتها النهار كامل نجي دابا نحرمها منهم تو سامبلومون غير حيت خايفين، ما كاينش لاش. فقالت ليها لا غير رجعي للدار ما غيكون حتى شي مشكل، انا غنسد عليا الباب. هادشي اللي خلى انا كما قلت لكم ان في هذاك الوقت دير كابتور ديكران وتصيفط للصديقه ديالها وتقول لها هذاك الميساج. فصافي هادشي كامل اللي عاودت لكم كيأكد باللي الان هو مول الفعله وهو اللي دار هادشي. راه لك سيدي دابا نتوما عارفين باللي في هاد السنوات الاخيره اي جريمه كتوقع او اي بلان كيوقع وكيتلاح في لي ريزو سوسيو فكل شيء كيبدا كيهضر اوتوماتيكمون. فاش تلاح باللي راه الان هو السبب وراء الموت ديال انا، بطبيعه الحال هو ينكر ذلك والعائله ديالو كيقولوا لا ما يمكنش، فغادي يطرا واحد الهجوم كبير بزاف على العائله ديال الان، خصوصا انهم الناس اللي لاباس عليهم وانتم عارفين داك المشكل ديال راه غيخرجوا منها، راه هادو راه لاباس عليهم، واخا كاينين اللي كيقولوا باللي حتى العائله ديال انا لاباس عليهم دونك راه يقدروا انهم يديروا شي حاجه. فبحال قلتوا الراي العام باغي يزيد يغرق العائله ديال الان. هنا فاش غادي تخرج الام حتى هي غتخرج في منبر اعلامي اللي معروف عندهم وغادي تهضر بكل حسره. نخليكم معاها. Sabe que Alan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores. Es deportista de corazón. Alan es un muchacho limpio. Este es un llamado de alerta a todos. Es muy fácil caer en las olas de información que dictan sentencias, juzgan sin elementos. Este caso es muy lamentable. Nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos que nos envían señales de ayuda. Cuestionen todo lo que ven en las redes sociales. Pido justicia. justicia para Alan. حاولت عاوتاني انني نترجم لكم بداك الشيء اللي كنفهم شويه شويه في الصبليونيه. فكتقول باللي الابن ديالها واحد الابن اللي مخلص، واحد التلميذ جدي، احسن صديق، احسن رفيق، احسن اخ، ما يمكنش انه يدير بحال هذا الشيء. وكتطلب الناس انهم ما يرجعوش المأساة ديال انا زعما كمسرحيه ملفقه للابن ديالها، وباللي كيف ما العائله ديال انا كيطلبوا العداله فحتى هي كتطلب العداله للابن ديالها. هادشي عاد ما زاد عصب عباد الله، وعاد ما زاد عصب العائله. كيقولوا زعما شنو هو هذا، علاش كدير بحال هكا، خاصها تفهمنا. ولكن الوحيده اللي تفهماتها واخا هكاك ما خداتش منها شي موقف هي الصديقه ديالها واللي هي الام ديال انا. علاش؟ لانها قالت مع راسها حتى هي حتى هي وربي اللي عالم بالاحساس اللي غتكون كتحس به. اصلا الام غير الا تاذى لها ولدها او لا طرا ليه شي بلان ربي اللي كيكون عالم بها، فما بالك انها تكون ما متيقاش شي فعل دارو وداو لها ولدها. خلاص كاع الام ديال انا اللي بنتها في الاول صحابها واش انتفرات وكانت كتقول كيفاش واش حنا ما درناش خدمتنا كوالدين، وكانت كتحس بالذنب من تجاه الابنه ديالها، في الاخير غادي تسمع باللي واحد اللي خدا الحياه ديالها. فهادشي كان صعيب بزاف. المهم سيادي بقات القضيه كتماطل، وباش نقول لكم باللي اعلان بقى محتاج في السجن الاحتياطي. وكاينين بزاف ديال الصحفيين خرجوا في الاعلام كيقولوا باللي الدري عايش الحياه وما على بالوش وما كاينش مشكل وراه لاباس عليه ولد الفسوس. ما عرفناش هادشي فين غاد. وتخيلوا راه غيدوز عام، يعني سنه 2024 المحاكمه مازال ما بداتش. علاش؟ ما عرفناش، لدرجه ان العائله والاصدقاء والناس اللي عارفين هاد القضيه هذه غادي يتحزموا ويترزموا ويخرجوا في دي مانيفيستاسيون، يعني في مظاهرات كيطالبوا بالعداله للضحيه انا. من جهه اخرى تخيلوا معايا في ظل هاد السنه كامله الام والاب ما رجعوش للدار نهائيا،
ما قدروش انهم يدخلوا للدار. واخا زعما البوليس عطاوهم لاكسي صافي قالوا لهم راه سالينا الخدمه ديالنا تقدروا تدخلوا، مي هما ما قدروش. كيقولوا معاه غنحطوا رجلينا غنتفكروا انا، يعني باقي ناس متألمين. مي واخا هكاك غادي يقرروا انهم كل واحد على حده، يعني لا الام لا الاب وحتى دانيال لا الاخت، انهم يمشيو عند ثيرابيوت، يعني يمشيو يتعالجوا نفسيا باش انهم يديباسيو هاد الواقعه اللي وقعت لهم. فعلا مشاو داروا ثيرابي، والثيرابي هي اللي خلاتهم انهم يعاودوا يدخلوا للدار ديالهم. وفعلا غادي يدخلوا للدار، وانتم عارفين باللي عام داز هاد الدار هادي ما دخلتيش ليها، دونك اوتوماتيكمون غتكون توسخات، غتكون تغبرات. دونك هنايا غادي يقرروا انهم يجيبوا عمال التنظيف باش انهم ينظفوا. مي الام هنايا ديال انا غتقول لهم انا اللي بغيت ننظف الغرفه ديال الابنه ديالي، عفاكم بغيت نبقى بوحدي. فعلا غادي تمشي كتنظف الغرفه ديالها، وعفاكم هنايا في سله المهملات اللي عندها في الغرفه ديالها غادي تلقى واحد الرساله اللي كانت مجموعه، غتحلها غتلقى باللي هاد الرساله هادي كان آلان اللي مصيفطها لانا. واش حطها هذاك النهار ديال الواقعه او لا واش كان صيفطها لها قبل ما معروفش، حيت ما مكتوبش فيها التاريخ. ولكن غادي تعطيها للبوليس بطبيعه الحال، والبوليس غيخرجوها للعلن بطبيعه الحال بين راه الكتابه ديالو. وفي هذيك الورقه زعما اون غرو اشنو مكتوب زعما السيد كيعبر لها على الحب ديالو والمشاعر ديالو باللي ما قدرش انه يتخطاها. من جهه اخرى كيعتذر على انه كان واحد الشخص اللي توكسيك، وكيعتذر على انه اذاها، يعني كيقول لها كنعتذر حيت اذيتك بزاف وانت ما تستاهليش هذا الشيء وتستاهلي ما احسن. دابا سيدي بطبيعه الحال فاش كتخرج شي حاجه للعالم كلشي كيبدا كيحلل. غير هو المحللين النفسيين فاش غادي يقراو هذيك الرساله غادي يعطيو 5 ديال الحوايج مهمه كيبينوا على الشخصيه ديال آلان. قال لك سيدي باللي هو واحد الشخصيه اللي عزيز عليه انه يتحكم، زياده على ذلك كيعاني من الغيره المفرطه. ثالث حاجه كيعاني من تقلب المزاج. رابع حاجه ما كيحترمش الحريه الشخصيه ديال الواحد. وخامس حاجه عزيز عليه العزله. كيفاش؟ المهم هاد الناس هادو اولا راكم عارفين اطباء نفسانيين راه فايتين بدرجات في العلم ديالهم وما راه قراو داكشي باش انهم يعطونا هاد التحليل. مي مع الاسف واخا هكاك الرساله ما غتخادش بعين الاعتبار وما غتخادش كدليل حيت داز عام، فهمتوا؟ يعني ما عرفناش. المهم ما عليناش سيدي، كما قلت لكم داز عام مازال ما بداتش المحاكمه، داز العام الاخر وحنا دابا في 2025 داخلين في 2026 عافاكم مازال ما بداتش المحاكمه. علاش يا ترى؟ ما عرفناش. شنو هو السبب؟ ما عرفناش. بالنسبه لقضيه التحقيق ديالهم وداكشي كيقول لهم القضيه باقي في طور التحقيقات. اش من تحقيقات الله اعلم، كلشي راه عندكم، اللوطوبسي راه كاينه، البحث والتحقيق ديال الشرطه راه كاين، البيسي المشفور اللي كان عنده لقاوه في الدار ديالو راه كاين، التهديدات ديالو في هذوك الميساجات اولا دوك لي زيميل اللي مصيفط ليها هي كانت كتحس بالخوف. والدليل على ذلك هو الميساج اللي صيفطات الصديقه ديالها، الشيب ديالو والشكل ديالو والقناع ديالو والكاسكيت ديالو على حسب الكاميرات المراقبه واللي تلقاو في المطبخ. اش كتسناو؟ الله اعلم. تخيلوا معايا الى يومنا هذا مازال ما تحاكمش هذا الشخص. هو باقي في السجن، وعافاكم السجن الاحتياطي، ماشي زعما السجن المركزي، لا غير السجن الاحتياطي. عايش الحياه ديالو بحال ما وقع والو. ونورمالمون السجن الاحتياطي بنادم ما كيبقاش فيه اكثر من سيمانه اولا اكثر من 2 سيمانات، الا كثرات او لا فاش كتسالي هاد المده هادي راه صافي، راه يا اما ما كاينش دليل كافي يدينوا هذاك الشخص وكيرجعوه في حاله لدارو، يا اما كتبدا المحاكمه وكيصيفطوه للسجن المركزي. ما هادشي ما وقعش. هادشي اللي غادي يخلي العائله ديال انا يزيدوا يتازموا اكثر، لدرجه ان الام ديالها فاش كتنعس كتمنى غير انها تموت وما تفيقش الصباح، حيت ما بقى عندها حتى شي حاجه، ما عندها حتى شي موتيفاسيون، حتى شي قول الحياه باش انها تفيق مع الصباح وتعيش الحياه ديالها عاديه جدا. حتى لواحد النهار في الاواخر ديال 2024 غتحلم بالابنه ديالها اللي جات بحال قلتو عنقاتها وقالت لها باللي انا راه ديما معاك، وزعما راه واخا مت واخا ما بقيتش في هاد الدنيا هادي ولكن انا راه كنحس بيك وما بغيتكش تبقاي بحال هكا. هنايا فاش غادي تفيق الام بحال قلتو فرحانه وما فرحاناش، كتبكي ربي اللي خلقها، مي قالت خاصني ندير شي حاجه اللي نبقى نفيق عليها الصباح.
وهنا غادي تطيح على الفكره انها تكري واحد الجمعيه اللي غادي تسميها فاونديشن نانا، واللي المبتغى ديالها الدفع على العيالات اللي كيموتوا بطريقه اللي خايبه بزاف او لا كيموتوا من طرف يا اما الاصدقاء ديالهم يا اما الاحباء ديالهم يا اما الازواج ديالهم. هديروا في بالكم ان المعدل زعما احصائيا في المكسيك راه 12 مرة كتموت في النهار. هذا راه لو مينيمم ماشي لو ماكسيموم. 12 مرة كتموت في النهار في المكسيك، وديما السبب كيكون يا اما الزوج يا اما الراجل يا اما الحبيب يا اما هذا. والواعره في هادشي كامل ان 70% من هاد العيالات اللي كيموتوا في النهار كيموتوا في ديورهم. دونك تقريبا نفس الحاجه اللي وقعات لآنا. فهادشي اللي غادي يخلي كما قلت لكم الام ديالها تحل هاد الجمعيه هذه وتبدا كدير الدراسه الكيسز او القضايا ديال العيالات اللي كيموتوا بهذه الطريقه بجرائم ديال القتل، وتعاون وتخدم دي ديتيكتيف بريفي. يعني السيده ولات محركه وهادشي كامل على ود الابنه ديالها، ولدرجه فتحت واحد الفرع اللي كيداروا فيه دي فورماسيون فين كيعلموا البنات خصوصا الشابات والشباب اللي تقريبا مراهقين او اللي كيلعبوا ما بين 16 و 25 سنه كيفاش يعرفوا على ريد فلاكس في الشخص او لا في البارتنير ديالهم، كيفاش يعرفوا واحد الشخص راه ما كيليقش ليهم، كيفاش يتعاملوا مع اشخاص اللي بحال قلتو نارسيسيك او لا توكسيك. فهمتوا؟ فبطبيعه الحال بزاف ديال الناس غادي يشاركوا في هاد لي فورماسيون، بزاف ديال الناس غادي يشجعوه لهذا الشيء، وهذا الشيء راه باقي خدام الى يومنا هذا. وكما قلت لكم مع الاسف مازال ما تحاكمش ومازال ما بداتش المحاكمه، وكل مره كيقولوا لهم لا راه ان شاء الله غادي نحددوا لكم التاريخ ديال المحاكمه، وما كتحددش التاريخ ديال المحاكمه. دابا نتوما في نظركم واش هاد السيد هذا غيتحاكم ولا غيبقاو يماطلوا في هاد الشيء حتى تنسى القضيه والسلام ويهربوه ويصفروه؟ حيت المكسيك فيه بحال هاد البلانات. المهم جاوبوني، قولوا لي شنو هو الراي ديالكم في القضيه. ودابا غندير النقطه ونقول لكم سلامه حتى القضيه جديده.